أسئلة الدرس الثاني، الحملة الفرنسية في مصر. السؤال الأول: تعد بداية النهاية لفشل الحملة الفرنسية في مصر. مقاومة أهالي الصعيد، موقعة أبي قير البحرية، مقاومة أهالي الإسكندرية، إرسال إنجلترا أسطولا جديدا. إحنا قلنا في موقعة أبي قير البحرية تم إغراق أسطول الحملة الفرنسية، وترتب عليه القضاء على آمال فرنسا في بسط سيطرتها على حوض البحر المتوسط. تاني حاجة حرمان الحملة من إمدادات فرنسا له. تبقى الإجابة موقعة أبي قير البحرية. لجأ كليبر للتفاوض مع الدولة العثمانية نتيجة تطور قدرات الدولة العثمانية العسكرية، كثرة أعداء الحملة الفرنسية، تجدد ثورات المماليك ضد الفرنسيين، رحيل نابليون إلى أوروبا سرا. احنا عارفين ان كليبر أدرك استحالة بقاء الحملة الفرنسية بسبب تناقص عدد جنود الحملة، حملات الدولة العثمانية، تجدد مقاومة المماليك، وثورات المصريين. تبقى الإجابة لجأ كليبر للتفاوض مع الدولة العثمانية نتيجة كثرة أعداء الحملة الفرنسية. أعلن نابليون للمصريين سياسته في منشور وزعه قبل نزول الحملة، معتمدا على التهديد والقمع، الترغيب والترهيب، اللعب على الوزع الديني، مجاملة الدولة العثمانية. احنا قلنا منشور يونيو 1798 كان فيه رسالتين: لغة التودد التي جاء بها نابليون، تاني رسالة هدد بحرق القرى والمناطق التي تحاول التعرض للقوات الفرنسية. الإجابة الترغيب والترهيب. تأثرت مدة مقاومة أهالي الصعيد لنابليون بدعم الإنجليز لأهالي الصعيد، مساندة الدولة العثمانية، الأساليب القتالية لأهالي الصعيد، اتباع أهالي الصعيد الحرب النظامية. احنا عارفين ان أهالي الصعيد استخدموا حرب المناوشات والمعارك المتفرقة. تبقى الإجابة تأثرت مدة مقاومة أهالي الصعيد لنابليون بالأساليب القتالية لأهالي الصعيد. ربط الوالي العثماني مصيره بمصير المماليك بعد معركة إمبابة، أبي قير البحرية، شبرخيت، أبي قير البرية. من نتائج موقعة إمبابة فرار كل من مراد بيك إلى الصعيد، وإبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام. تبقى الإجابة ربط الوالي العثماني مصيره بمصير المماليك بعد معركة إمبابة. تحول فكر كليبر من الرحيل عن مصر إلى البقاء فيها بسبب استسلام المصريين، تدخل إنجلترا في الأحداث، توافقه مع قادة المماليك، استعداد العثمانيين لمواجهته. سبب تغير فكر كليبر فشل معاهدة العريش سنة 1800 بسبب رفض حكومة إنجلترا المعاهدة، وأصرت على استسلام القوات الفرنسية. تبقى الإجابة تحول فكر كليبر من الرحيل عن مصر إلى البقاء فيها بسبب تدخل إنجلترا في الأحداث. اعتمدت مقاومة أهالي الصعيد ضد الحملة الفرنسية على استغلال الطبيعة الجغرافية، استحداث أساليب قتالية، المساندة التي جاءت من الحجاز والشام، إعلان العثمانيين الحرب ضد الفرنسيين. احنا قلنا سبب فشل قوات الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد بسبب طول الوادي. تبقى الإجابة استغلال الطبيعة الجغرافية. مقاومة أهل الإسكندرية بزعامة حاكم المدينة السيد محمد قريم للحملة الفرنسية يدل على فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه، مساندة المماليك لأهالي الإسكندرية، دعم العثمانيين لأهالي الإسكندرية، ثقة المصريين في هزيمة الفرنسيين. احنا قلنا سبب مقاومة أهالي الإسكندرية عدم اقتناع الأهالي بمنشور نابليون اللي كان فيه محاربة المماليك الغرباء والعمل على إنشاء حكومة أهلية من المصريين. تبقى الإجابة فشل منشور نابليون في تحقيق أهدافه.
جاء بمنشور نابليون أنني ما جئت إليكم إلا لأخلصكم من يد المماليك الظالمين، وإنني أقصر من المماليك إيمانا، يدل على فشل تأثير هذا المنشور على المصريين في أحداث حملة نابليون على الشام، مقاومة أهالي الصعيد، معاهدة العريش، معركة أبي قير البرية. احنا قلنا من أسباب فشل إخضاع أهالي الصعيد تعاون بعض قوات المماليك مع أهالي الصعيد. تبقى الإجابة يدل فشل تأثير هذا المنشور على المصريين في أحداث مقاومة أهالي الصعيد. أظهرت أحداث ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798 على تناقض أقوال نابليون مع أفعاله، دور المماليك في إشعال الثورة، فشل سياسات نابليون الاقتصادية، قوة التضامن والترابط بين أهل الريف والحضر. طب إيه اللي حصل في ثورة القاهرة الأولى؟ تم اقتحام الفرنسيين الجامع الأزهر الشريف بخيولهم. طب نابليون كان أعلن في منشوره احترام القرآن والإسلام. طب ده يدل على إيه؟ تناقض أقوال نابليون مع أفعاله. حدث فراغ سياسي في حكم مصر بعد معركة إمبابة، أبي قير البحرية، أبي قير البرية، شبرخيت. احنا قلنا من نتائج معركة إمبابة فر كل من مراد بيك إلى الصعيد، وإبراهيم بيك ومعه الوالي العثماني إلى الشام. حصل إيه؟ دخل نابليون وقواته القاهرة بسهولة بعد أن خلت من أي قوة للدفاع عنها. حدث فراغ سياسي. تبقى الإجابة حدث فراغ سياسي في حكم مصر بعد معركة إمبابة.